الدكتور مصطفى الفقي بيحكي عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه بقدر الجدية اللي كانت عنده كانت جلساته فيها مرح مفتوح بمن يثق بهم. يعني هو لا يرفض ادعاء بالرقي، كان بينصت إلى تجارب الآخرين وكان بيبدو بسيطا للغاية. بيحكي عن موقف إنه بعد ما عرض عليه البوسطة البريد السياسي، الرئيس مبارك سأل الدكتور مصطفى الفقي، قال له ليه كل الاختلاف الموجود ده حول تحريم الخمر؟ الرئيس مبارك كان يرى انها محرمة بحق بوضوح في كل الديانات. الدكتور مصطفى الفقي قال ان التحريم يا سيادة الرئيس ينصرف الى السكر نتيجة شربها، ده من وجهة نظره، وليست تناولها وحده. هو كان بيظن اللي بيشرب كاس وما يصلش الى حد السمالة مش زي اللي بيشرب حتى حالة السكر الشديد بحيث انه يسيء فيها الحديث او يخرج عن قواعد الاتزان والاحترام او يتطاول على الاخرين. وقال من وجهة نظر الدكتور مصطفى الفقي ان هو بيرى ان هي دي حكمة التحريم للخمر. لكن الرئيس دعبه وهزر معاه، قال له انت مش شيخ وانت شيخ اسلام عشان تفتي، انا هسمعك الرأي الصحيح. طلب سكرتيره الخاص جمال عبد العزيز وقال له اطلب لي الشيخ محمد. هو كان يقصد الشيخ محمد نجيب واعظ القوات الجوية خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكن السكرتير الخاص قام بالاتصال وحول له مكالمة، فكانت الدهشة على وجه الرئيس مبارك والحرج الشديد، وقال له أنا أردت فقط السؤال عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وأنا بتمنى له الصحة الدائمة. وبقول إنه طبعا كان الرئيس متضايق جدا وهو بيتكلم، لأنه لم يقصد أبدا اللي هو سكرتير العاهل السعودي الشيخ محمد سليمان، لكن كان يقصد خطيب القوات الجوية. طبعا الرئيس نظر إلى جمال عبد العزيز نظرة عتاب قاسية، ويعني انتهى الموقف بأن جمال السكرتير الخاص للرئيس زعل جدا من مصطفى الفقي وقال له هو يعني انت ما انت تخليه يتكلم الازهر او المفتي، انت ليه حطيتني في هذا الموقف الحرج؟ طبعا مصطفى الفقي ما مسكتش، قال له انت كان المفروض تسال من اتصل به. هو كان بيقول ان الرئيس كان في لقاءاته الخاصه مرح ومتواضع وبسيط،